اطلعي يلا يا سيدي. اطلعي. استاذ عبد الله، محامي المتهم وقتل السيده دكتور سعيد داليا البوشي، النهارده كان في طعن مقدم من حضرتك للنظر في حكم قضيه المتهم. احنا عايزين نعرف الكواليس اللي دارت واسباب الطعن. احنا النهارده كان محدد لنظر جلسه الطعن مقدم من المتهم ودفاعه على الحكم الصادر من محكمه اول درجه وفقا للقانون. يحق للمتهم ان يطعن على ذلك الحكم، سواء كان هناك خطأ في تطبيق القانون او لدفوع موضوعيه متعلقه بالموضوع او لدفوع اجرائيه متعلقه باجراءات المحاكمه. فاحنا لما كنا اعلنا الجلسه السابقه عن ان احنا الجلسه دي هيكون في دفع بالنسبه لنا عن بطلان اجراءات المحاكمه امام محكمه اول درجه، والدفع ببطلان الحكم وانعدامه بحضور المجني عليه. طبعا النهارده المجني عليه ما حضرش، مش عن حقه، وكان متمسك بالجلسات السابقه، ومنهم من اعلن ان الدفاع اللي انا بقوله دفاع غير قانوني. طب ما حضروش بالنهارده، لان دفاعنا كان دفاع قانوني امام محكمه اول درجه. احنا ما سيبناهوش، لان ردا على احد الاساتذه الزملاء الحاضر على المجني عليه قال طب لو هو صح حضرتك ما صورتوش ليه قدام المحكمه اول درجه؟ والله انا شايف في عيب هيفيدني في اجراءات المحاكمه، اصححه لك ليه؟ لا، انا سيبك كمل في اجراءك، وانا ليا وجهه نظر ابديها امام محكمه الاستئناف، لعل وعسى يكون دفع امام المحكمه ترتضيه المحكمه وتنزله المنزله الصحيحه وتطلب الغاء الحكم. فهو ده كان دفاع. ماده 332 من قانون الاجراءات الجنائيه قالت الدفوع اللي زي دي حتى ولو لم اثيرت من الدفاع امام محكمه اول درجه يجوز ان انا اتمسك فيها في اي مرحله من مراحل الطعن. وده كان اول دفع احنا قلناه اول ما هنبدا الطعن النهارده، سناه امام المحكمه الموقره ببطلان اجراءات المحاكمه، وشرحنا للمحكمه الموقره ان ذلك الدفع له سند في القانون الماده 126 من قانون الطفل، التي نصت على ان الحضور بكل المتهمين والاخصائي النفسي والاجتماعي ومحامون المتهم واقاربه، اي حد تاني باسم خاص. وقلنا للمحكمه الموقره ان الجلسه السابقه كانت علنيه وفي علن حضرها القاضي والداني، وان ذلك الحكم ونحن نعيب على الحكم ولا نعيب على محكمه اول درجه، اننا نعيب على الحكم ان ذلك الحكم خالف للقانون واستمع لدفاع المجني عليه دفاع قانوني وموضوعي وقدم مذكره بدفاعه. كل ذلك مخالف نص الماده 126 والماده 129 التي نصت على انه لا يقبل الادعاء المدني المجني عليه. فكان ده اول دفع لنا. طبعا كان اول طلب لنا هو استدعاء طبيب الصفه التشريحيه لسؤاله امام المحكمه الموقره في نقط جوهريه مهمه جدا، والدفاع كان يرى انها هامه جدا، لكن المحكمه طلبت منا الخوض في المرافعه وانها ستنزل ذلك الطلب القسط اللازم ولو وجدته لاهميه هتستدعيه. فده كان اول طلبنا. ايه الامور الهامه بقى اللي حضرتك؟ الامور الهامه اقرارات المتهمين في امام النيابه العامه بالنسبه لوقائع التعدي بالضبط. يا جماعه كل ما اثير عن اقوال المتهمين في وسائل السوشيال ميديا او وقائع ذكرت على لسان المتهمين في الفتره السابقه هي غير صحيحه. احنا لما طلبنا تقرير الصفه التشريحيه لان المتهم قد قرر بتحقيقات النيابه العامه ومحضر جمع الاستدلالات، قرر ان اول ضربه كلها للمجني عليها ضربها بالشاكوش فوق عينيها اليمين وتحت حاجبها الايمن. تقرير الصفه التشريحيه لم ياتي بسمه اصابه في ذلك الموضع وذلك المكان. واحنا هنعتبر ان اقرار المتهم هو اصدق الاقرارات وان الاعتراف هو سيد الادله، فيجب ان يجد ذلك الاعتراف ما يعززه في الاوراق. وما ينفعش اقول ان الاعتراف النهارده سيد الادله وملوش ما يعززه في الاوراق. ان برضه كان حكي ان في احد المحاكمات كان قد اعترف المتهم انه قتل صهر زميله وحكم عليه بالاعدام، ثم بعد ذلك ظهر صهر زميله اللي قال لي انا موته. فهل الاعتراف سيد الادله؟ لا، لازم الاعتراف يجد ما يعززه في الاوراق من ادله. اذا كان احنا خدنا باقرار المتهم في محضر جمع الاستدلالات، فان الاقرار ده في الصفه التشريحيه ملوش دليل. يبقى اذا بقى احنا بنبدا نزعزع ذلك الاقرار ونبدا نوضح فيما بعد ذلك الاقرار وحقيقته ومرده في الاوراق ايه. الامر الثاني ان تقرير الصفه التشريحيه بالنسبه للاصابه الاولى قرر تقرير الصفه التشريحيه ان هناك الجرح الاول ناتج من سكينه، في حين ان المتهمين الاثنين قرر انهما لم يستخدما السكينه في وقعه التعدي، نظرا لان السكينه
كانت بالبلدي كده تلمة ولم تكن على درجة من الحدة، وحاول المتهم استعمالها ولكنه لم يستطع أن يؤدي الغرض منها نظرا لأنها لم تحقق الغرض. وسئل مرتين، وسئلت المتهمة مرتين هل استعمل من قبل النيابة العامة في موضوعين وفي يومين مختلفين، هل استعمل المتهم السكينة؟ قالت لا، لأنها السكينة كانت غير صالحة إنها تعمل حاجة لأنها كانت سكينة تلمة. فلما أجي أنا كدفاع أرى أن تقرير الصفة التشريحية حوى على إصابة بسكينة، يبقى إذا وهذه الإصابة من الإصابة التي أودت إلى حياة المبنى عليها المتوفى الله رحمة مولاه، يبقى إذا هنا علاقة السببية ما بين الفعل الإجرام والنتيجة ما اتحققتش. في سكينة استخدمت، السكينة دي استخدمت إمتى وإزاي وفين وأحدثت الإصابة إزاي؟ في امر غريب عجيب في ذلك الامر، كان من طلبات الدفاع وراء ان استدعاء تقرير صاحب من اودع تقرير الصفه التشريحيه كان امر هام جدا النهارده عشان يساله امام المحكمه المؤقره. طلبناه طلب جازم واثبتناه في محضر الجلسه، وعلى سبيل الاحتياط كان طلبنا ودفعنا هو بطلان اجراءات المحاكمه زي ما سبق وقلت لوجود عيب يرى الدفاع في حكمه درجه مخالف للقانون اعمالا لقانون الاجراءات الجنائيه 331 332 وقانون الطفل. نزعنا برضه في الكود الوصفي بالنسبه لواقعه عدم توافر ظرف سبق الاصرار، وقلنا انه قد توافر ظرف الغضب والاستفزاز، وهذا يتنافى مع سبق الاصرار. وقلنا الغضب والاستفزاز ليه؟ لانه قد اتضح من التحقيقات ان هناك حرص، وهو الحرص الثامن في القضيه، خطاب نصي بيد المتهمه الثانيه تستجير بالمتهم الاول، الحقني، ما بينزليش من البيت، تعالى الحقني واطلع الحقني، انا مش قادر انزل، انا مش عارف اعمل ايه، الحقني. وقلنا هناك محادثه قد تم تفريغها بالاوراق تحوي على ما يفيد ان هناك كان اتفاق ما بين المجني عليها المتوفى الله رحمه مولاه وزوجها، قالت له خد الولد العرب معاك وحطه في مخزن واضربوه عشان يبعد عن البيت. فعندما قررت المتهم الثانيه المتهم الاول الحق يعملوا فيك كذا 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 وهيفضحوه، كان رد عليها انا لازم اقدمها. فلم يكن قاصدا انه يسرق روح، هو قال انا لازم اقدمها. قالت له لا، احنا لازم نخلص منها، اموتها اجيب لها السم. وبدات تقص عليه وقائع قال قدام المحكمه النهارده انه ما يعرفش، كان فاكر انها بتقول كده وخلاص. قالت له اجيب لها سم لانها قد تقابلت معاه يوم 12/12. قالت له في البيت عند والدته نهارا اجيب لها سم ولا موتها ازاي؟ الولد قال امام المحكمه المؤقره انا كنت بجريها باخد منها ودي ومش عارف هل فعلا ذلك الامر هيؤدي انها فعلا ترتكب ذلك الفعل الاجرام ولا ما كنتش اعرف. هي كانت قالت لي احنا لازم نخليها ما تتكلمش وما تقولش العلاقه اللي بيننا. اللي افتضح امرها امام والدها وامام والدتها يوم 12/12 لما صحوا من النوم الساعه 6 الصبح ووجدوا المتهم الثاني في احضان ابنتهم وصحوه بتعمل ايه هنا؟ قال لهم انا كنت بجري من واحد ودخلت البيت عشان اتخفى منهم. فالولد قال في تحقيقات النيابه العامه والله انا بعدها شطفت وشي وسلمت على عمه ومشيت من البيت. امور غريبه عجيبه برضه امام المحكمه المؤقره، في كلام بيتفهم من بين السطور احنا اثبتناه امام المحكمه المؤقره وقلنا ظرف الغضب والاستفزاز الذي توافر واستحال انه يتحقق مع ظرف سبق الاصرار. تحدثنا ايضا في بطلان الاحراز الموجوده في الاوراق وبطلان تفريغها والتحصل عليها لمخالفتها نص الماده 95 من تحقيقات النيابه العامه والماده 700 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 760 من تعليمات النيابه العامه، لان الاوراق خلت زي ما قلنا قبل كده من سمه تصريح من قاضي التحقيق مسبب للنيابه العامه لمده 30 يوم افحصه وخطبه وفضوا مراسلات وفضوا مكالمات وفضوا الكلام ده كله. طبعا الكلام ده مش موجود في الاوراق وتمسكنا بيه كدفع حق الدفاع انه يثبته. أسلنا امام المحكمه المؤقره بقى امر مهم جدا وهو فيما يتعلق بان الاحراز اللي كانت مضبوطه مع المتهمين منذ فجر التحقيقات كانت 8 احراز منهم تليفونين، الا انه بعد ان باشرت النيابه العامه التحقيقات التي استمرت بجهد مشكور من النيابه العامه بذل جهد كبير جدا اشترك في التحقيقات بما يقرب من 6 وكلاء نيابه تحت اشراف السيد المستشار محمد عبد. ولكن الواقع يوم 14 المتهمين قبض عليهم، الاحراز كانت 8 احراز موجوده، تليفونين. مفاجئ ان يوم 17 في التحقيقات ظهر تليفونين تانيين ما نعرفش منين.
طب هل التليفونات دي وده ما اصلناها امام المحكمه الموقره ونحن على علم ان المحكمه بتفحص جيد؟ الهاتفين دول ظهروا منين؟ هم الهاتفين اللي تم تفريغ منهم المحادثات والمكاتبات؟ طب ظهروا منين الهاتفين؟ هل كانوا مع المتهمين فور القبض عليهم؟ طب لو كانوا موجودين لماذا لم يكن مأمور الضبط القضائي السابق بتحريزهم مع ال8 عشان يبقوا 10؟ طب لو اكتشفهم بعد كده اكتشفهم فين؟ لو جابهم من مكان تاني او من منزل تاني لماذا لم يلجأ من الذي جلبهم امام النيابه العامه واحضرهم امام خدوهم اهو تليفونات بكاميرا؟ طبعا ده ممنوع وفقا لقانون مصلحه السجون ان يصطحب المتهم هاتفا بداخل. طب لماذا لم يتم ذكرهم في السابق في تحقيقات الاول؟ ظهروا فجأة، تبين وجود، ذكرت النيابه العامه انه تبين وجود هاتفين. انا دوري كدفاع اسير امام المحكمه الموقره دون تشكيك في احد نهائيا. النيابه العامه هي الامينه على الدعوه الجنائيه وبذلت مجهود كبير ولها منا كل الاحترام والتقدير، لكن دوري كدفاع بقى اثير الشك امام المحكمه الموقره لان القضاء الجنائي قضاء جزم ويقين وليس شك واحتمال او تخمين. فلازم بقى اوضح المحكمه الموقره التليفونين دول جم منين؟ كم مصدرهم منين؟ عشان حتى لو دليل ودليل يقف على قدميه ومد وواضح على نسبه الدفاع الهجومي حق المتهمين، القانون تحدث عن مدى مشروعيه ذلك الدليل وجه منين عشان يبقى دليل تستند اليه المحكمه. طرحنا على بساط المحكمه الموقره. المحكمه بصراحه ادت الدفاع حقه بزياده ولم تبخل على الدفاع في وقته ولا جهده واقصت كل دفاعنا المنزله واستشعرنا صراحه يعني المحكمه لم تتاثر بالاجواء اللي كانت بتصور حوالين القضيه ولا الكلام اللي بيتقال بره خالص. المحكمه الموقره ادتنا حقنا في الدفاع. تحدثنا عن التناقض اللي بيقول من اول ما انا عهد الي بتلك القضيه لحد دلوقتي قلت ان في اسرار مخفيه في وقائع مخفيه. تناقض في اقوال الشهود كلهم وبدون ذكر اسم الشاهد. يعني في شاهده قالت ان انا قابلت المجني عليها المتوفيه رحمه مولاها يوم الواقعه الساعه 3:30 بعد ما المجني عليها رجعت من الشغل خدت منها جمعيه، في حين ان المجني عليها اصلا ما راحتش الشغل اليوم ده. وقالت انا معاها في الشغل وزميلتها، وانت معاها في الشغل وزميلتها وقابلتها الساعه 4 يوم الواقع بعد ما المجني عليها رجعت من الشغل. اذا كان جميع الشهود اقروا ان المجني عليها لم تكن في العمل ذلك اليوم وانها كانت اجازه واخذ اجازه وبشهاده رجال الامن انها لم تدخل المستشفى نهائيا، فكيف ليك ان انت تيجي تسالي بالتحقيقات وتيجي تقولي اللي انت شفتيها بعد ما هي رجعت من الشغل وادتك الجمعيه؟ ده طبعا شاهد النيابه العامه استندت لاقواله، اصلنا الشك حول شهادته ووضحنا للمحكمه الموقره ان هناك شك واضح. لما نيجي بقى للزوج اللي اقر منذ فجر التحقيقات لما سئل هل انت تعلم حسين؟ انا ما اعرفش مين حسين، في حين ان هو قال انا ما اعرفش مين حسين، في حين ان هو يعرف حسين كويس يوم 12 لما واجه حسين في البيت. سئل يوم 14 وقال ما اعرفش، جه يوم 17 وقال لا اعرفه كان في البيت عندي فعلا. تناقض صارخ، محاوله اخفاء امر ما للشهود، محاوله ان يكون هناك استاذ عبد الله يعني خلينا في الجلسه السابقه عندما تطوعت للدفاع عن المتهم الاول في القضيه وهو الحدث، لم تنكر ان هناك خطا قد وقع وان هناك في ذنب وان هناك روح تم ازهاقها، وان اشرت الى ان المتهم الرئيسي في هذه القضيه هي نجله المجني عليها. النهارده الدفوع لم تشير الى اتفاق نجله المجني عليها في الامر الى ان المتهم التي تقوم بالدفاع عنه هو ضحيه ايضا لهذه المجتمع، ولا هو ضحيه مش للمجتمع، ضحيه للمتهم الثاني اللي رمت شباكه بيه. وانا قلت قبل كده الكلام ده يا جماعه، ضحيه للمجني عليها المتوفاه لرحمه مولاها اللي وجدت بنتها في احضان شاب قبل الواقعه الساعه 6 الصبح ولم تحرك ساكنا. ضحيه للاب نفسه اللي لم يحرك ساكنا لما لقى ذلك المشهد وذلك الامر ولم يوبخ الطفل. على الاقل اتصل بالنجده يقروا سودانه عشان ما يجيش ناحيه بيتك تاني. يا جماعه ضحيه للامتناع. ان كان القتل القانون بيعاقب عليه بفعل مادي اعتاه المتهم، ولكن القتل يعاقب عليه القانون برضه بالامتناع. الامتناع عن التربيه ما يعاقبش عليه القانون، ولكنها تسببت في ارتكاب جريمه. وان كان الامتناع عن التربيه له نص قانون لعوقب الاب وعوقبت الام المتوفاه لرحمه مولاها. لان الامتناع عن التربيه ان انا لما الاقي بنتي ماشيه في طريق غير سوي، لما بلاقي بنتي ماشيه في طريق غير مستقيم، لازم هنا ابدا اوقفها. ربنا اداك جرس انذار قبل الواقعه بيومين،
شوف بنتك في خطأ. بنت بتتحدث مع المتهم الاول بتقول له، قلت لهم شوفوا على عصيتي بقى وروني بكل بجاحه، وقالت له تبقى مصيبه لو كشفوا عليا. النهارده البنت مستقويه على والدتها ووالدها ذلك المشهد ذلك الشكل. المتهم النهارده لما المحكمه سالته واستجوبته والمحكمه طبقت قانون الاجراءات الجنائيه بحذافيره، احكي لي يا عم الواقع وحقق معاك كل الدنيا. قرر انه ارتكب الواقع، ولكن في جديد بقى. انا ما دخلتش اموت على طول، انا مش قتال قتل. انا دخلت وعذارة نقاش وحوار 3/4 ساعه ما بينه وما بين المتوفى رحمه الله. نقاش وجري وفر من هنا لهنا الى ان اقنعت المجني عليها المتوفى رحمه المتهم بعدم ارتكاب الواقع. وقالت له بنتي عايزه تموتني، هذا ما قرره المتهم. انا بنتي عايزه تموتني، ما تسمعش كلامها يا حسين، انت صاحب ابني، ايه ده التيشيرت ده يا حبيبي اللي عليه دم، والبس تيشيرت من تيشيرتات عيالي. المجني عليها اللي المتهم قاله النهارده، والبس تيشيرت من تيشيرتات عيالي وامشي ومالكش دعوه بيها. بنتي عايزه تموتني، امشي. طب من جعله قال لها حاضر همشي. طب ثواني كمل. حاضر همشي. قامت قالت له لو مشيت، او عايزه تكلم المتهمه الثانيه، لو مشيت دلوقتي هتبلغ عنك وتحبسني. اما قال لها تبلغ عني، قالت له لا هقول ان انا وقعت ومش هجيب سيرتك. فقال لما حاولت ان انا امشي بقى خلاص وانا لقيت نفسي في مأزق، فوجئت المتهمه الثانيه قامت برشها بالميه السخنه على وشها، فاشتد الالم على المجني عليها، فقامت المتهمه الثانيه بضربها على راسها الى ان توفاها الله ورحمه مولاه. قال ما كانش بايدي اعمل حاجه، لا عارف امشي ولا عارف اقعد. قالت لي المتهمه لو مشيت من هنا انت اللي هتلبس الليله لوحدك وهتشيلها لوحدك. قرر المتهم برضه امام المحكمه الموقره ان ما قرره من اعترافات كانت متناقضه بعضها البعض امام النيابه العامه. وكل من يطلع على اوراق التحقيقات امام النيابه العامه يلاقي المتهم النيابه العامه سالته 3 مرات، في كل مره تتناقض اقواله. فانا نويت المحكمه الموقره على ذلك التناقض، والمتهم اجاب عليه امام المحكمه ان قالوا له في الاسم ان انت كده ولا كده حاجه تشيل انت الليله، وهي عشان هي ما تتقالش. فدفعنا ببطلان الاقرار والاعتراف المنسوب صدوره، وقلنا للمحكمه في ضوء ما قرره المتهم امامكم يبقى اذا في دفاع جديد، وهو بطلان الاعتراف يكون وليد اكراه تعرض اليه المتهم، وهو الوعد بتحسين مركزه القانوني. فالوعد بتحسين مركز الطفل القانوني عندما اوعظ اليه وفقا لما قرره ان مأمور الضبط القضائي قرر له ان انت تشيل الليله لوحدك، فان ذلك كان تحسينا ان انت كده ولا كده ممكن تاخد 5 سنين وبتاع هي هتتعدم، كان ذلك بقصد تحسين مركزه القانوني اعتقادا منه وظنا منه ان ما قرره في فجر التحقيقات سيعفيه من العقاب، ثم بعد ذلك عاد وعدل عن بعض اقواله الكثيره والذي جعل النيابه العامه تساله مره واثنين وثلاثه، يا ابني انت بتعدل عن اقوالك ليه؟ يا ابني انت اقوالك متناقضه ليه؟ لان النيابه كانت متفطنه لذلك الامر جيدا. كل مره تواجهه باقواله وكان يجي يقول اصل انا نسيت، اصل انا مش فاكر. استاذ عبد الله، من منذ الجلسه الماضيه وطلبك استئناف الحكم او الطعن على الحكم حتى جلسه اليوم، هل التقيت بالمتهم في محبسه ام هذا من واقع اوراق القضيه فقط؟ لا، من واقع اوراق القضيه فقط. انا ما قدمتش طلب. النيابه العامه مشكوره بتوافق على كل الطلبات زي كده وفقا لتعليمات النيابه العامه وقانون مصلحه السجون. انا حقي ان انا اتقدم بطلب واختلي بالمتهم، لكن ده ما حصلش. حتى اسمعه. لا، انا ما فضلتش ان انا يحصل حاجه زي كده، حتى برضه ما يتقالش ان انا بحفظ او بعدل او احط نفسي في وضع مش حلو ومش لطيف، وفي نفس الوقت ما جعلش للولد ان يستشعر ان هناك سند ليه بره. انا عايزه ايامه اللي يقعدها دي يتربى فيها. لكن لو راح له المتهم واطمن يا حبيبي وما تقلقش يا حبيبي، ده يعتبر تشجيع ضمني مني ليه؟ ايوه اللي انت عملته صح، اطلع اعمل كده تاني بقى عشان هتلاقيني برضه بقوم من عضلك. لا طبعا، انا لا اقبل ذلك. النهارده هو داخل، انا قلت له كلمه واحده، قلت له ما تخافش من حاجه، قول اللي حصل بمرض الله وما الحكم الا لله. عايز تعترف اعترف، نفس الاعترافات اللي قلتها لن يغير ذلك شيء. انت ارتكبت هذه الواقعه ويجب ان تنال جزاءك، ولكن الجزاء من جنس العمل. الجزاء لازم يكون على نفس درجه الفعل اللي انت ارتكبته. قلت سماعات بتقول ان الطب الشرعي قال او اكد ان الولد صغير.
ما ينفعش يعمل علاقه جنسيه مش ما ينفعش يعمل. او مش هو ما المتهم يقدرش. كان قرر المتهم كان قرر انه قد مارس الفحشاء مع المتهمه الثانيه من دبر. طب الطب الشرعي قال ما فيش اي اصابات شرجيه او اي شيء في منطقه الشرج، ده يثبت ايه الاتفاق؟ انه طفل ان كان هو استشعر ان اللي عمله ده علاقه، لكن في الحقيقه ده مش علاقه. هناك امر اخر خصوصا أيضاً. ان في شاهد كمان طفل صغير قال انا شفت بعيني ابن جارتها، شفتهم نص ساعه وكانوا مع بعض وبيمارسوا. سيد المحقق وكيل النائب العام تفضل لذلك الامر سائل عن العلاقه كامله. لن نجد ان في رد الطفل ان هناك كان علاقه كامله، ولكنه مساله زي ما بنقول كده ممارسه للفحشاء، ولم تكن علاقه كامله زي ما بيتقال كده بالبلدي، اللي هو عشان ما يبقاش اللفظ برضه. هذا على الرغم من اقرار الطب الشرعي بفقد البنت لعذريتها. عذريتها من سنتين وتعذر ولم يكن للمتهم يد في ذلك الامر. الامر ده برضه بيرد على برضه فعل مجني عليه لما قال المتهم كبير في السن والمتهم لا تحديدا معلش يا استاذ عبد الله قبل ما ننتقل للجزئيه دي، حضرتك متاكد ان فقد المتهمه لعذريتها من سنتين؟ يا جماعه انا جبت الواتس بتاع الولد منين التاكيد يا صاحبي؟ وانا بيبقى موجود في تاريخ الطب الشرعي يا جماعه. اتفضل. كلام مظبوط. كم؟ في جزئيه. انا جبت الواتس بتاع الولد امبارح، ضفت الرقم وتوصلت الى الواتس بتاع الولد، لقيته حاطط حاله في شهر يوليو 2022. هو ده الشهر اللي عرف فيه البنت. الولد يعرفها. طبيعه اقواله في تحقيقات النيابه العامه بقى، لقيت الحاله اللي حاططها في الواتس ربنا رزقني مش عارف مين، ودرجه الحب دي في ذلك التوقيت هو ده اليوم اللي عرفها فيه. فكون انها فقدت وصيتها من عامين، المتهم ليس له يد في ذلك الامر نهائيا. من عامين كانت لم تنتقل الى تلك المنطقه السكنيه. الجزئيه انا ماليش دعوه، انا وقعت ضحيه. كيف تعرف المتهم الاول عن المتهم الثاني؟ كان امام والدتها، طلب رقم التليفون قدام والدتها، والبنت ادته الرقم قدام والدتها وتبادل الحديث قدام والدته وليس والدتها. كانت والدتها على علم بانهم يتحدثا ويتكلما. تمام. باعتبار ان هو صديق نجلة المجني عليها. يا جماعه الصداقه ما هي بتبدا بالصداقه، الصداقه وعدم المراقبه وعدم الرقابه للطفل والحدث وللبنت والفتاه هو اللي بيسبب هذه الجريمه. اللامبالاه والسلبيه بتسبب جريمه لكل نتائج مقدمات. ابحث عن مقدماتها، هات نتائجها. الاب لما دخل وقال انا شفت القصه الساعه 11 وربع مرميه على الارض وندهت وصوتت ودخلت عليا ما قالت لا انا جيت الساعه 12. اخر مكالمه كانت بين المجني عليها من تليفونها لمين، والكلام ده هو هيشوفه، وقالت له اقفل واكلمك على التليفون ابو زراير. كان مين؟ في امور كتير. اخر مكالمه كانت مين بقى؟ عايزين نعرف من حضرتك مين؟ مش هو. فجأة مش هو. ابنه مش هو. وقالت له اقفل عشان اكلمك بالتليفون ابو زراير عشان خاطر الولد هياخد التليفون يلعب عليه. طب قول حضرتك وانت قلت زوجها؟ مش هو. الراي العام محتاج يفهم يا فندم. لا مش هو. صدقوني يا جماعه عشان انتوا كلكم هجمتوا على الطفل هجمه قلنا وهجمنا على حضرتك ايضا. ايوه هجمنا على حضرتك. وقلنا انها جريمه وقلنا كلام كتير، بس ما قلناش ان في فادي وهاني واسماعيل وحسين، في اطراف كتيره للمجني عليها ولا لنجلتها؟ للموضوع كله. كانت على علاقه للموضوع كله. الشباب في الجامعه. للموضوع كله. ولكن بشهاده الجميع. انا تحدثت دلوقتي وقلت المكالمه الهاتفيه التي كانت من هاتف المجني عليها قبل ما تتوفى بدقائق، وقالت له اقفل عشان الولد ياخد التليفون يلعب عليه، واتكلمنا على التليفون ابو زراير، ثم انقطعت الاتصال على ابو زراير. الام اللي كانت بتتكلم ولا البنت؟ الام المقتوله. من؟ اللي جاي شاهد في التحقيقات. احد شهود اللي جاي شاهد في التحقيقات هو هيشوف اللايف ده وهيعرف مين؟ ان المحامي عارف هو مين هو ما يقدرش اقول ان المحامي هو عارف. ما تقدرش تقول عارف ان هو احنا على الهواء امام الراي العام. انت مش بتقول لنا وهو كان سبب في ارتكاب تلك الجريمه، لان الجد ده من قبل المجني عليها بيه هجيب لك فلان اللي هيعمل كذا. طيب. لو ما جبتش من العرب ناس بالولا انا هجيب له ناس من المستشفى عندي. طيب مش لازم. هناك
احداث وكواليس وفي كلام كتير تعرض ليه المتهم. استاذ عبد الله، يعني وغضب توقعاتك واستفزاز. في الختام، توقعاتك للحكم اليوم بعد ما اثرت من دفوع للدفاع عن احد المتهمين في القضيه وهو المتهم الاهم اليوم، ترى يعني من خلال توقعاتك كيف سيكون الحكم؟ والله وما الحكم الا لله في الاول.